يا بخت من عاش وشاف وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب اسمه لوحده قصه بطل فريد من نوعه، من يوم ما عينه فتحت على الدنيا لحد اخر نفس. راجل حرفيا اتجمعت فيه كل حاجه حلوه، الشجاعه اللي تهز الجبال، والحكمه اللي تخليك تسرح في معانيها، والزهد اللي يخليك حرفيا تحس الدنيا ديت ولا حاجه. ده غير قلبه الطيب اللي كان بيحب كل جميل، ومنها ريحه الطيب اللي ورثها عن ابوه تاجر العطور. تخيل معايا كده المشهد، في أطهر بقعة من بقع الدنيا، الكعبة الشريفة، يوم 13 رجب الدنيا بتستقبل طفل جديد. ده مش أي طفل، ده علي بن أبي طالب. بيقولوا إن جدار الكعبة انشق لأمه فاطمة بنت أسد، ودخلت جوه البيت الحرام وولدته هناك. حاجة كده يعتبر زي المعجزة، بداية غير عادية لحياة كلها معجزات. أبوه كان عم النبي أبو طالب، وراجل عظيم من سادة قريش، ومشهور كمان إنه كان تاجر عطور كبير جدا في مكة. يعني علي فتح عينه على الدنيا وهو بيشم روائح المسك والعنبر والعود، فحب الطيب ده حرفيا بقى جزء منه من صغره. علي لما كبر، ابو طالب كانت حالته على قدها شويه، والدنيا كانت قاسيه ساعتها. هنا بقى اتدخل نور تاني تماما، وده كان النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خد علي عنده في بيته يربيه. تخيل طفل يتربى في بيت النبوة، يشرب من أخلاق النبي ويتعلم منه الصدق والأمان، ويشوف قدوته قدام عينه كل يوم. هنا ما بقاش علي ابن عم النبي، ده بقى أخوه وصاحبه ورفيقه في كل خطوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في السر، وعلي حرفيا كان لسه طفل عنده 10 سنين. شافه هو والسيدة خديجة بيصلوا، وسألهم عن اللي بيعملوه ده يبقى ايه. ولما عرف ان ده دين جديد، قلبه نور ومكدبش خبر ولا شهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. كان اول صبي يدخل الاسلام. تخيل بقى طفل صغير يدخل الاسلام ده ويؤمن بيه. فضل يصلي مع النبي سر في شعب مكة لحد ما ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم باعلان دين الاسلام. وهنا جت لحظة من أخطر اللحظات في التاريخ، كانت الهجرة النبوية. المشركين كانوا محاصرين بيت النبي وعايزين يقتلوه. مين اللي ينام في سرير النبي ببطانيته الخضراء وكمان عارف إن هو ممكن يتقتل في أي لحظة؟ علي نام مكان النبي عشان يضحك على المشركين ويديهم الوهم إن النبي لسه نايم. حرفيا شجاعة وجرأة غير طبيعية، ويسمى أول فدائي في الإسلام. وبعد ما النبي خرج، علي فضل في مكة 3 أيام يرد الأمانات اللي كانت عند النبي، وبعدين هاجر للمدينة 3 أيام على رجليه، لدرجة إن رجليه ورمت. ولما وصل النبي شافه وعينه دمعت، مسح على رجليه ورجليه خفت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. كبر علي وجه الوقت إن هو يكمل نص دينه، ويا ترى مين اللي اختارها ربنا تكون ليه؟ وكانت هي فاطمة الزهراء بنت النبي، نور عينه وحبيبته. جوازهم كان بسيط، مش زي الجوازات بتاعت اليومين دول. تخيل علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء مهرهم كان درع. حياتهم كانت كلها زهد وقناعة، بس قلوبهم كانت دايما مليانة حب وبركة. ربوا ولادهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم على نفس المبادئ والقيم اللي اتعلموها من بيت النبوة. علي كان بيحب فاطمة حب عمره وما اتجوزش عليها طول حياته، وده كان بيبين قد ايه ان هو بيقدرها وبيحبها حب شديد. في المعارك علي كان أسد ما يهابش الموت. حرفيا لما تشوف اسمه في أي غزوة تعرف إن المسلمين هينتصروا. ما غابش عن أي معركة مع النبي غير تبوك، عشان النبي كان خلاه والي على المدينة. كان فارس مش عادي، كان بيعمل اللي محدش ممكن يتخيله. في غزوة بدر قتل أقوى فرسان قريش، وفي غزوة أحد لما المسلمين اتفرقوا فضل واقف هو والنبي وقفة جبل. وفي الخندق نزل عمرو بن ود، المقاتل اللي يحسب ب1000 راجل، وقتله. وفي خيبر النبي قال كلمة للتاريخ: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والراجل ده كان علي. تخيل بقى انه كان كسر باب حصن خيبر لوحده، كان بيستعمله كأنه درع. يدي يا معلم، الباب ده كان محتاج 40 راجل عشان يشيلوه. بس ما كانتش شجاعة بس، ده تحس ان ربنا كان مديه قوة خارقة. علي ما كانش بس فارس مغوار، لا ده كان حكيم وعنده خبرة. وسيدنا عمر بن الخطاب اللي كان خليفة قوي قال كذا مرة: لولا علي لهلك عمر. وده بيبين قد ايه كان بيستشيره في كل القضايا واعقد المشاكل. كان بيحل اي قضية بحكمة وعلم مدهش، زي لما واحدة مجنونة اعترفت بالزنا، علي حد الرجم وقال: القلم مرفوع عن المجنون. او قصة النصراني اللي ادعى ان درع علي بتاعه، والقاضي حكم للنصراني عشان علي ملقاش دليل. النصراني اسلم لما شاف عدل علي وامانته. ازاي حاكم تحت حكم علي بن ابي طالب يحكم لحد غيره؟ سيدنا محمد ذات نفسه قال عنه: انا مدينة العلم وعلي بابها. علي كان حافظ القرآن وفاهم كل كلمة فيه، وكان مفسر عظيم لأسراره. بعد استشهاد عثمان بن عفان الناس كلها اجتمعت وبايعت ان علي بن ابي طالب يملك الخلافة. كانت ايام صعبة جدا والفتنة مولعة بين المسلمين. علي نقل العاصمة من مدينة للكوفة عشان يكون قريب من الأحداث. دخل في حروب كتيرة غصب عنه، زي معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة النهروان ضد الخوارج.
ورغم كل الصراعات دي علي فضل ماسك بمبادئ العدل والمساواة. كان بينزل أسواق بنفسه يشوف التجار ويأمرهم بالعدل، وكان دايما بيقول لهم اتقوا الله في بيعكم. كان بيحس بكل واحد، الفقير والضعيف، وبيحرص دايما على حقوقه. كان نموذج للحكم العادل اللي بيمشي على شرع ربنا. نيجي بقى لحتة يمكن كتير ما يعرفهاش عن الإمام علي، اللي بتخليه دايما شخصية فريدة، وهي حبه للعطور، أو زي ما كانت بتسمى في الزمن ده الطيب. الحتة دي مش مجرد ذوق شخصي، دي جزء من شخصيته وهويته. فاكرين لما قلنا إن أبوه أبو طالب كان تاجر كبير في مكة؟ علي اتربى في مكان مليان بروايح المسك والعنبر والعود، فالموضوع ده اتشرب فيه من صغره. حب الطيب ده بقى جزء من تركيبته النفسية والروحية. علي ما كانش بيشوف إن العطر مجرد حاجة ترفيهية، لا ده كان بيعتبره جزء من طهارته الروحية والجسدية. بيقولوا إن هو كان بيصرف عن الطيب أكتر ما كان بيصرف على أكله في بعض الأوقات، وده بيبين لك قد إيه إن الموضوع كان مهم عنده. رغم إنه كان أزهد الناس في الدنيا، بس كان بيعتبر إن العطر حاجة أساسية جدا. وليه؟ ده النبي ذات نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيحب الطيب وبيقول: حب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعلي كان بيقتدي بالنبي في حبه ده. تخيل كده، كان بيقول: الطيب نشر المحاسن ومجلبة للمحبة ومطردة للشيطان. يعني الطيب عنده بس مش مجرد ريحة حلوة، لا ده بينشر جمالك الداخلي وبيخلي الناس كمان تحبك وبيطرد الطاقة السلبية. حتى في زهده كان شايف ان الطيب مش طرف. لو دخل السوق وملقاش اي حاجة يشتريها كان ممكن يشتري طيب عادي، وكان بيقول: هذا رزق يشم ولا يشترى ولا يمنع. يعني مجرد انك تشم ريحة حلوة دي نعمة من عند ربنا، مش لازم تمتلكها عشان تتمتع بيها. ومن هنا ظهرت فكرة ان البرفان صدقة جارية. وكان في نفس الوقت بيعتبر ان العطر ده اكرام للي حواليه، زي ما انت بتدي كلمة حلوة تدي كمان ريحة حلوة. يا ريت كل الناس تتعلم من علي رضي الله عنه. كان بيسميه زكاة الرفقة، وكان بيحب يدي الطيب لكل الناس لانه بيشوف انه بيفرح النفس وبيرضي الخاطر. كان بيوصي ولاده بيه ويقول: تطيبوا فان الطيب يشد النفس. يعني بيقوي الروح وبيديها الراحة. وفي اللحظات ديت لازم اشد الكرسي واقعد واقول ان في الاخر البطل ده كان لازم يكمل رسالته. علي بن ابي طالب استشهد غدر. كان بيصلي الفجر في مسجد الكوفة، والمفروض ان الصلاة ديت هي لحظة الامان والسكينة. لكن واحد من الخوارج اسمه عبد الرحمن بن ملجم ضربه بسيف مسموم على دماغه، وفضل عليه 3 ايام يتألم، وطلعت روحه للسماء ومات عن عمر 63 سنة. اتدفن في النجف في العراق، ومكان دفنه اللي كان مخفي لفترة طويلة عشان محدش ينهش في قبره بقى دلوقتي مزار للملايين في كل حتة في العالم. ساب وراه إرث عظيم، مش بس حكايات شجاعة، لا ده ساب حكمة وزهد وعدل. علي بن أبي طالب كان شخصية ملهاش مثيل، جمعت بين كل حاجة: قوة المحارب وحكم القاضي وزهد العابد وحبه للجمال والروائح الطيبة. كان أسد الإسلام وباب مدينة علم النبي، وريحة طيبة لسه مالية الأيام والقلوب.